ليه الإقبال على مدينتي بقى ضعيف والأسعار ما بتزيدش والرسيل كتير؟ طيب، طول عمرنا عارفين أو الفترة الأخيرة كلنا عارفين طبعا إن مدينتي هي يعتبر من أفضل المدن السكنية اللي موجودة في مصر كلها. في شوية عيوب موجودة في مدينتي، لكن الميزات بتاعتها أكتر بكتير جدا. يعني طبعا كلنا عارفين إن هي كلاندسكيب وخدمات، مفيش أحسن، مفيش مدينة في مصر زيها. يعني كمولات وترفيهي والكلام ده، مدينتي مصر كلها بتخرج هناك. المشكله بس اللي موجوده ان المباني القديمه عندهم فيها شويه مشاكل في شكل الواجهات والمداخل، وكمان التشطيبات الداخليه. دي المشكله. ظهرت بقى الفتره الاخيره دي مشكله اكبر شويه. مدينتي عباره عن جزء طبعا او 70% منها يملكه شركه طلعت مصطفى، وهم بيبيعوه طبعا دايركت للعملاء. وفي رينج 30% طلعت مصطفى اللي بنياه ووزعته لاكتر من هيئه تحت جهاز القاهره الجديده وهيئه المجتمعات العمرانيه. طبعا ده ديل كده حصل بحيث اللي ايه، ان التعديل بتاع ثمن الارض مش حوار قديم شويه، ناس كتيره فاكراه يعني. ان الارض كانوا واخدينها بسعر قليل، وفي نفس الوقت حصلت مشكله ساعه الثوره وبداوا يعلوا عليهم السعر، فبداوا ياخدوا وحدات مقابل ثمن الارض الجديد. فالفترة دي بقى يعني آخر فترة بالذات اتطرح تسليمات كتيرة جدا 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 للناس اللي هي تبع الهيئات اللي هي الشرطة والقضاء وأكتر من هيئة. فبدأوا الناس دي واخدة الموضوع بفكر استثماري أكتر، فبدأوا يطرحوا الوحدات بتاعتهم دي ريسيل. فبدأوا يعني بعد ما يعني السعر بتاع مدينتي كان واصل في حتة معينة، من كتر المعروض طبعا ايه اللي حصل؟ كله بدأ ينزل في السعر بتاعه عشان يبقى ليه أولوية للبيع، لأن مطلوب منهم دفعات ودفعات استلام ودفعات صيانة، في ناس كتيرة مش عاملة حسابها عليهم. فعشان كده بقى المعروض كتير، فبدأ الريسيل سعره يقل. فدي المشكلة التانية. المشكلة بقى التالتة، ودي برضو مهمة جدا لازم كلنا نعرفها ولازم ناخد بالنا منها عشان نتلاشاها بعد كده. مدينتي فيها إيجارات تقريبا بنسبة 50% إيجار و50% سكن. المشكلة في ال50% الإيجار دول إن في حوالي 40% منهم إيجار مفروش، وفي طبعا شقق او فيلات الايجار المفروش فيها ماشي بشكل كويس جدا، وفي شقق تانية حصل عليها مشاكل، وحصل ناس كتير جدا من السكان اعترضت بسبب المشاكل اللي بتقابلنا في الايجار المفروش. طبعا كلنا فاهمين انا قصدي ايه. فدول ثلاث حاجات او ثلاث عوامل خلوا سعر مدينتي في الريسيل يقل، وفي نفس الوقت الطلب عليها في الريسيل يقل. فده كان ردي على حضرتك، ولو حد ليه اي استفسار تاني يكلمني وانا ان شاء الله ارد عليه على طول. اشوفكم على خير ان شاء الله.